السلام عليكم، كنرحب بكم معايا اخواتي في يوم جديد وصفة جديدة على قناتكم وصفات علياء. كنتمنى من الله عز وجل يلقاكم الفيديو ديال اليوم وانتم في تمام الصحة والعافية ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم اخواتي هاد الحريشات اللي كيجيو اكثر من رائعين، كيجيو لذاذ بزاف وهشاج ومعلكين في نفس الوقت. والاهم من هذا الشيء بانهم دغيا كيوجدوا، ما كياخذوش منا لا مجهود ولا وقت، تقريبا في 10 دقائق او ربع ساعة كنوجدوهم. كنتمنى تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخير باش تعرفوا على جميع المراحل والنصائح كذلك باش ينجحوا معكم باذن الله. وكيف ما العاده كنذكر الاخوات اللي كيشوفوا قناتي لاول مره، كنقول لكم مرحبا والف مرحبا، ما تنساوش تضغطوا زر الاشتراك وتنضموا للقناه، وكذلك فعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد باذن الله. نخليكم مع الفيديو، فرجه ممتعه. نبداو على بركه الله. كناخذ بيضه من حجم متوسط، كنزيد عليها ثلثين ديال الكاس ديال سكر سنيده او سكر حبيبات، وكيبقى السكر حسب الذوق ديالكم. انا ما كيعجبونيش الحريشات يجيو حلوين بزاف. ضفت رشه ديال الملح، وهنا كناخذ الفوي او الخلاط اليدوي اللي نخلطوا به المكونات هادو مزيان حتى يبدا يذوب ديك السكر معنا. عاد كنكمل باضافه المكونات الاخرى. هنا اخواتي نضيف نصف كاس ديال الزيت، كنخلط مره اخرين كل مكون كنضيفو، كنحاول نخلط باش كينسجموا المكونات مزيان. كذلك غنزيد علبه ديال الياغورت بنكهه الفاني. بالنسبه اللي ما عندهاش الياغورت كذلك ممكن تعوضوا بكاس الا ربع ديال الحليب او كاس الا ربع ديال عصير البرتقال، ولكن بالنسبه للياغورت كيعطي واحد الهشاشه والمذاق كذلك احسن. الا كان متوفر ضيفوه هو احسن. كنزيد هنايا معلقه ما عمرش ديال المربى الدور ديالها كتعطينا واحد التعليكه، واحد المذاق زوين لهاد الحريشات. وضفت القشر ديال حامضه صغيره او قشر ديال البرتقال حسب اللي متوفر عندكم. هنا غادي نضيف نصف كاس ديال الكوك. بالنسبه للكوك ممكن تكملوا الكاس كامل، ممكن تعمروا الكاس كامل وتنقصوا الكميه ديال السميده. اللي كيعجبها المذاق ديال الكوك ممكن تضيف كميه اكثر ديال الكوك. الكوك هنا اخواتي انا استعملت النوعيه الجيده، يعني اللي كيكون فيه الدهون زايده، يعني كيكون فيه لدام. باش نعرفوه كنحكوه ما بين الاصابع ديالنا كيطلق لنا الزيت. الا ضفتوا الكوك اللي ناشف ممكن حتى هو ديروه، ولكن غادي تنقصوا من الكميه ديال السميده لان كيكون كيتشرب سوائل بزاف. هنا ضفت 2 كيسان ديال السميده الخاصه بالحرشه والبسبوسه، وكذلك 2 الاكياس الخميرات الحلويات اللي المجموع ديالهم 16 غرام. هنا غادي نحيد ديك الفوي ونخلط باليد ديالي باش نتحكم في القوام ديال الخليط ونحس به، نحس بالقوام ديال الخليط كيفاش ولا. هنا من الاحسن اخواتي تخدموا بمربى اللي تكون هكا مطحونه مزيان. انا كان عندي فيها شويه ديال القطع كيف ما شفتوا انا كنمعسهم بيدي. وكذلك ما تضيفوش المربى اللي كتكون خفيفه جاريه بزاف. القوام اخواتي جاني باقي خصو شويه ديال السميده. ضفت هنايا ثلث كاس اخر ديال السميد، تقريبا واحد 2 معالق. يعني المجموع ديال السميده 300 غرام تقريبا، يعني كل كاس كيوزن 125 غرام. القوام ديال الخليط خصو يكون اخواتي على هذا الشكل كيف ما كتلاحظوا معايا. نحاول انا ما نسرعش الفيديو باش تشوفوا، ما تحاولوش تقصحوا اخواتي الخليط خصو يبقى رطب باش ما تجيكمش الحريشات ديالكم يجيكمش قاصحين وناشفين. خليت الخليط هنا كيرتاح واحد 5 ديال الدقائق تقريبا، يعني الوقت اللي غسلت يدي ووجدت اللاطه ووجدت كذلك ديك الكوك اللي ندوزو فيه هاد الكويرات. وكنبقى ندوز كنحاول هكا ندهن يدي بشويه ديال الماء باش ما يلصقناش ديك الخليط في اليد ديالنا. وكنشكل كويرات، يعني نتوما كتحكموا في الحجم ديالهم بطبيعه الحال، ولكن ما تكبروهمش لانهم كيكبروا بزاف تبارك الله هاد الحريشات. يعني حاولوا ديروا كويرات شويه صغار. هنا كندوزهم في الكوك، او ممكن ندوزو في خليط ما بين الكوك والسميده يعني حسب الرغبه ديالكم. وكنوضعهم في اللاطه اللي غادي ندخلها للفران. هنا اخواتي باش نبداو نكورو نكونوا شعلنا الفران، ضروري تشعلوا الفران قبل باش يسخن مزيان. هاد الحريشات باش يتشقوا معنا ويجيو زوينين خاص ضروري الفران يكون سخون مزيان. يعني شعلت الفران يسخن على 200 درجه، بديت كنشكل الكويرات. اللاطه ديالي فرش الورق ديال الفرن، الا كان متوفر عندكم، الا ما كانش رشوا لها رشوا شويه ديال السميده وصافي.
حاولوا اخواتي هنا تباعدوا ديك الكويرات على بعضياتهم، لانهم كيكبروا بزاف في الفران باش ما يلصقوا لكمش وصافي. غادي نستمر انا على هذا الشكل هذا. الا بغيتو توزنوهم وزنوهم باش يجيوكم نفس القياس. انا كندير عيني ميزاني وصافي. غادي نكمل على هذا الشكل هذا اخواتي حتى نسالي هذه الكميه اللي عندي كامله. بالنسبه للعدد ديال الحبات راه خرجت لي 13 حبه بهذاك الحجم اللي شفتوا، اللي تبارك الله كبير. الا صغرتوا الحجم ديال الحبات اكيد غادي تحصلوا على كميه اكثر. غادي نستمر حتى نكمل هاد الكميه اللي عندي كامله. وهنا غادي نزينهم بشويه ديال الحبه ديال الجوز او الكركاع، او ممكن ديروا هكا واحد الحبه ديال الفول السوداني، او تخليوهم هكا غير تضغطوا عليهم واحد شويه باش ما يجوش مقبلين بزاف وصافي. يعني هذا نوع من التزيين وصافي اخواتي. كندير حبه في الوسط في وسط كل وحده. بالنسبه للطريقه ديال الطياب اخواتي راه مهمه لهاد الحريشات. انا كنسخن الفران مزيان على 200 درجه كيف ما ذكرت معكم، ومني كندخل الحريشات ديالي للفران كنقص ل 150 درجه. يعني صافي كيتشقوا تما ملي كيكون الفران مزيان سخون كيتشقوا وكياخذوا ديك اللون الذهبي، كيتحمروا مزيان على خاطرهم. بالنسبه للفرن ديال الغاز كتسخنوا حتى هو الفران مزيان في الاول، كتسيبوهم نيشان النار فوق منهم، يعني كتسيبوهم لتحت والنار كتكون على الوجه ديال الحريشات، وكتنقصوا النار مزيان حتى كيتشقوا اخواتي كيتحمروا هكا، وكنطلعوهم الفوق يكملوا الطياب ديالهم ويتحمروا من التحت ديالهم. يعني بالنسبه للطريقه ديال الطياب راها مهمه بزاف اخواتي. ضروري كنأكد الفران يكون سخون مزيان، ومني تدخلوهم نقصوا الفران باش يتشقوا ويطيبوا على خاطرهم، وبقاو دوروا اللاطه. بالنسبه للفران ديال الغاز دوروا اللاطه مره على مره باش تحصلوا على لون موحد. هنا كنحاول نوريكم هنايا الحريشات هكايا عن قرب تشوفوهم كيفاش كيجيو. راه كيجيو رطبين وهشاش بزاف ومعلكين في نفس الوقت اخواتي. وكيف ما ذكرت معكم في الاول راه الحجم ديالهم كيتزاد، راه كيكبروا، يعني واخا درت الحبات شويه صغار راهم كيكبروا. كنتمنى اخواتي تتبعوا غير النصائح اللي عطيتكم بالتفصيل، وغادي نشحوا معكم ان شاء الله. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتشاركوها مع الاصدقاء والاحباب ديالكم، واذا جربتوها خليوها لي في التعاليق قولوا لي كيفاش جاوكم. وكذلك ما تنساونيش من لي لايك ديالكم والتعاليق ديالكم الزوينه اللي كتفرحني وكتشجعني. وكنقول لكم دمتم في رعايه الله، الى وصفه قادمه باذن الله.